انواع السكر الدايت يا دكتور؟ ده سؤال بتساله كتير. ايه انواع السكر الدايت؟ السكر الدايت بنقسمه كده علميا 3 حاجات، يا اما سينثيتك يعني مصنع، يا اما ناتشرال يعني طبيعي. ايه ده، هو في سكر دايت طبيعي؟ في النوع الثالث اللي هو الشوجر الكحولز او كحوليات السكر. طيب السكر السينثيتك او اللي هو المصنع ده 0% كالوريز، يعني مفيهوش كالوريز خالص. زي ايه بقى؟ زي الاسبرتام، زي السكرين، زي السكريلوز، دول كلهم سينثيتك شوجرز او سكر مصنع غير محتوي على كالوري. اما النوع الثاني فهو السكر الطبيعي او الناتشرال، ده مش شرط يكون 0 كالوريز، يعني الكالوريز بتاعته تتراوح من 0 مش موجوده خالص لحد لو كالوريز، يعني في كالوريات بس بنسبه قليله. اشهرهم ستيفيا. ستيفيا ده نبته على فكره. ايه ده بجد؟ والله ده نبات. يعني لو حضرتك تقدر تعمل كده هنا عندك زرعه ستيفيا بدل ما بنعمل نعناع زي زمان، ده هيبقى حلو قوي. بعد كده عندي المونك فروت شوجر، ده برضو ناتشرال او طبيعي، والسويتنس بتاعه او طعمه مسكر جدا. كمان الاليلوز. الاليلوز ده بقى اشهرهم في السويتنس ولكن فيه كالوريز بنسبه قليله. شوجر الكحولز زي ايه؟ تول، مانيتول، مالتي تول. طيب انا اعرف منين ان الشوجر ده كويس بالنسبه لي؟ هقرا الحاجات بتاعه الكونتنت بتاعي او السكر الدايت ده عباره عن كل ما الحاجات الناتشرال بيكون فيها اكتر كل ما ده كان احسن. طيب البراون شوجر هو عباره عن ايه؟ او السكر البني هو السكر الابيض ولكن قبل عمليه التكرير، يعني هو سكر ابيض غير مكرر. طيب ايه احسن سكر دايت؟ ايه احسن حاجه واصح حاجه في السكر الدايت؟ الاصح ان حضرتك ما تاخدش شوجر اصلا، بعد كده السكر البني الغير مكرر، وبعد كده كل ما ازود في الحاجات الناتشرال احسن من ان انا ازود في الحاجات السينثيتك او الالكحولز. دمتم بخير من فيري كلينكس.